السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا أحلى متابعين ليا؟ النهاردة قلنا هنعمل إيه؟ هنعمل مفاجأة حلوة قوي. هنعمل شاي بحليب أو شاي بلبن كلنا بنحبه. جبت المج بتاعي اللي بحب أشرب فيه دايما، حطيت فيه معلقتين حليب بودرة، وضفت كمان معلقتين سكر. بصراحة أنا بحب الشاي بحليب بتاعي بيكون مسكر شوية. وضربتهم في بعض جامد وقلبتهم جامد 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 قوي. تمام. فضلت اضرب فيها لغايه لما بقى الشكل عندي كريمي. بصوا كده، هو ده. يا خبر، ده في عندي نقطتين كان شاي موجودين، حبتين شاي صغيرين وانا بقلبهم. مش مشكله. ضفت الشاي عندي، وانا بحبه تقيل شويه، الشاي بحليب او الشاي بلبن. وضربتهم برضو مع بعض وقلبتهم مع بعض. مش كل في الاخر هيبقى شاي بحليب، بس بحس ان كده طعمه مختلف شويه. ضربتهم مع بعض وغليت ميه عندي كويس جدا جدا جدا، سواء من كاتل او على البوتاجاز مش مشكله، بس لازم تبقى سخنه كويس جدا. وخلي بالي لا تلسع، وخلي بالي لحسن الكوبايه بتاعتي يحصل حاجه لا قدر الله، يفرقع ولا حاجه. لو على البوتاجاز اخليها يهدى شويه، انما الكاتل عادي بصب شويه بشويه. وقلبت فيه كويس جدا 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 جدا. وعملت كمان ليا ولصاحبتي وصديقتي وحبيبتي في الشغل. ايه رأيكم بقى؟ احلى كوبايه شاي بلبن الصبح بدري. طبعا انا بحب الشوكليت معاه، بس بصراحه ما بنصحش بيه. هو ده المج بتاعي اللي لازم يوميا اشربه. صباحكم زي الفل. ويا ريت ما تنسوش تدخلوا عندي على الانستجرام والتيك توك. لايك بقى وشير سبسكرايب، ويلا ادعموني بأحلى تعليقات ليكم. بجد هيفرحني تعليقات قوي قوي قوي. شكرا ليكم وحسن استماعكم للفيديو بتاعي. اشوفكم المرة الجاية. باي باي.